السلام عليكم. وحنا كنتواجدوا في واحد من كبار الأسواق الأسبوعية في منطقة سوس، وبالضبط سوق حد بلفة شتو كيتباها. هاد السوق واللي كيتعتبر واحد من الدعائم الأساسية ديال تحريك دورة الحياة الاقتصادية للسكان المنطقة. وفي البلاصة اللي كيتباع فيها الدجاج كنوجدوا أنه الأثمنة مازال مستقرة كما كانت من قبل. مثلا كما تشوفوا ثمن الدجاجة البياضة كيوصل كما هذه دابا اللي تبان لكم ل75 درهم، وثمن الديك أو الفروج الكروازي الثمن بين 100 حتى 130 درهم، وثمن الديك البلدي فهو قليل ولكن الثمن كيتراوح بين 150 حتى 200 درهم. وبالنسبة للحمام الثمن بين 15 حتى 30 درهم، والثمن كيحددو الحجم والنوع نتاع الحمامة. وبالنسبة للقن من 30 حتى 70 درهم. وبالنسبة للبيض البلدي فالثمن ديالو 2 دراهم. تبارك الله الناس تبارك الله متقاتلين، وخصوصا الشباب متقاتلين مع الزمان، الله ييسر ليهم الأمور ويعاونهم. وهاد الأسواق الأسبوعية هي اللي كتعتبر واحد من المداخيل الماد اللي كتدخل عليهم واحد المردود مادي أسبوعي كيعاونهم في أساسيات الحياة اليومية. وهو من الجيد لو أنه الدولة أو الجماعة فكرات في واحد البلاصة تكون خاصة بالبيع تاع الدجاج. الله يعاون الجميع، وما تنسوش تدعموا القناة، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.